بتفرج دلوقتي على تشيلسي وتوتنهام واكتشفت حاجه غريبه، انك ممكن تمشي لعيب قوي عندك وتجيب له بديل يكون بنفس المستوى عادي وشكله طبيعي. واكتشفت كمان انه يا بخت تشيلسي بلعيب زي كايسيدو، نص ملعب زي ما الكتاب بيقول. لو بصينا هنا على الجون الاول اللي تشيلسي جابه، ما كانش هيبقى فيه هجمه اصلا لتشيلسي لولا الضغط اللي عمله كايسيدو. بيعمل ضغط على اول لعيب قدام ال 18، ما بيقدرش يقطعها، بيكمل في الضغط لغايه اما بيوصل للمدافع، بيخلصها منه، بيسلمها لجواو بيدرو متقشر، بيقول له خد هات جون. احنا هنا بنتكلم عن لعيب خط نص مدافع، انت بتتكلم في ان هو المفروض في حاله زي ديت توتنهام طالعه بالكوره هو بيامن نص ملعبه، لا هو بيضغط في التلت الاول لتوتنهام اصلا. وحرفيا كايسيدو ما بيعتمدش بقى الكلام ده، هو بيشوف الكوره فين وبيتحرك معاها، حرفيا بيتحرك في كل حته. لو بصيت على الخريطه الحراريه هنا هتلاقيه بيتحرك في كل حته في الملعب بالطول وبالعرض، غير انه بيكسب الالتحامات الارضيه، كسب 3 من اصل 4 وعمل 3 استخلاصات للكوره، وكمان نسبه تمرير وصلت ل 90%. ومش بس 90% تمرير، لو بصيت على التمريرات بتاعته هتلاقي ان التمريرات في نص ملعب المنافس اكتر من تمريراته في نص ملعبه، وده معناه ان هو بيلعب لقدام اكتر، بيلعب بشكل هجومي. انا هنا بكلمك عن نص ملعب مدافع. من وجهه نظري بشوف كايسيدو عنده شموليه مرعبه في نص الملعب، ما كانش عنده غير مشكله واحده وهي حته التسجيل، والموسم ده كمان ابتدى يشتغل عليها ويطورها. شاركني رايك في الكومنتات، هل شايف كايسيدو هو افضل خط وسط مدافع في الدوري الانجليزي حاليا، ولا شايف لعيب تاني؟ لايك وشير، ولو عجبك الفيديو ما تنساش انك تعمل فولو الملعب ويجي.